المنتخب المصري والمنتخب الجزائري عن المونديال هو مر الحكاية، فهل ترى أن المنتخب المصري، ونبدأ من عند المنتخب المصري، هل ترى أن المنتخب المصري كان يستحق العبور على حساب المنتخب السنغالي؟ راح يكون فيه تنقيص من قيمة المنتخب السنغالي كبطل إفريقيا. في المقابل المنتخب المصري نقول لك يستحق أن يكون متواجد في مونديال قطر مثل المنتخب الجزائري مثلا، ومثلهم ايضا مثل لا الجزائر هتكلم عنها لوحدها. ايه اوكي. ومثلهم مثل حتى المنتخب الايفواري. انا حبيت نعطيك الصوره عامه. المنتخب المصري يستحق، ولكن المنتخب السنغالي ايضا يستحق التواجد في المونديال، على الاقل لانه بطل افريقيا، لعب نهائي كاس افريقيا للمره الثانيه، بقى محافظ على توازنه، يملك ساديو ماني، يملك لاعبين متميزين، تاهل للدور الثاني في هذا المونديال. يعني حتى تاهله لم يكن يعني مسروق يعني بالنسبه للمنتخب السنغالي. للاسف انه مصر وقعت مع السنغال في عمليه القرعه في المباراه الفاصله، ولكن مصر بجلالتها تستحق التواجد في المونديال. هذا الجيل من المنتخب المصري يمتلك مجموعه من اللاعبين، نعم. على راسهم محمد صلاح. بلا شك. الى اي مدى تتوقع ان يحقق المنتخب المصري المفروض باسم محمد صلاح وهؤلاء النجوم مع المنتخب خلال الفتره القادمه؟ بهذا الفريق ممكن تتحدث عن كأس افريقيا الجاية، انه يقدر يفوز بها حتى. اما تحدث عن المونديال القادم سابق لاوانه. سابق، لا عن افريقيا. كأس افريقيا بعد سنة. مصر واحدة من المرشحين، رفقة السنغال، رفقة المغرب الذي سيكون نمبر 1 من المرشحين. ننتقل الى المنتخب الجزائري. نعم. فوجئت بل صدمت من تصريح محمد إدريسون ولاعب الكاميروني عندما تحدث وقال أن المنتخب الكاميروني صعد بالرشوة من خلال إيتو، أرشى الحكم، حكم المباراة بكاري جسامة. فهل تأهل المنتخب الكاميروني على حساب المنتخب الجزائري أتى تحكيميا قبل أن يكون فنيا؟ مش فقط تحكيميا، التحكيم كان له دور، كان له جزء من المسؤولية، ولكن الجانب الجزائري أيضا كان له جزء من المسؤولية، سواء كمدربين أو كلاعبين يتحملوا المسؤولية، حتى الاتحاد الجزائري يتحمل المسؤولية، لأنه ما تعتبره أنت رشوة وإحنا نعتبره كواليس باش نلطفوا الكلام، هو موجود في كل مكان وفي كل زمان. صحيح. فهنا دور الاتحادات ودور المسيرين في حماية منتخباتهم وحماية لاعبيهم من هكذا كولسة. أنا مثلا أقول لك بأن الاتحاد الجزائري لم يحمي المنتخب الجزائري في هذا المجال، أقول لم يحميه، ولكن لا مسؤولية موجودة أيضا عند المدرب الجزائري وعند اللاعبين الجزائريين في عدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم. سلطان، قلت رقم 8 شهور، 8 أشهر هي رقم يشبه تولي وليد الركراكي في 3 أشهر. نعم. تشبه رقم الكابتن حسن شحاتة عندما تولى المنتخب المصري قبل أفريقيا 2006 ب6 أشهر، وكلها كانت ظروف استثنائية. لماذا لا نراهن على الوطني وهو الذي يصنع الإنجاز وفي بعض الأوقات يشبه الإعجاز؟ حتى هنا أنا لست مع هذه النظرة أنه مع الوطني ضد الأجنبي مبدئيا وفي كل الظروف. لا، أنا مع الكفاءة والجدارة أينما كانت، سواء كانت محلية أو أجنبية. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قد يوفق مدرب محلي وهذا لا يعني بأن المدرب المحلي أفضل من الأجنبي، وقد يوفق الأجنبي وهذا لا يعني بالمطلق بأن المدرب الأجنبي أفضل من المحلي. اليوم الركراكي موفق جميل جدا، يجب أن يستمر. غدا لو يخسر لا نقول بأن المحلي لا يليق، لا، هو وفق وبعدين قد يأتي أجنبي ويوفق كذلك. أنت كنت في ظهر جمال بالماضي وما زلت لأنه مدرب منتخب جزائري، وما زلت لأنه مدرب المنتخب الجزائري. هل معنى أفهم من كلام حضرتك أنك ترفض فكرة رحيل جمال بالماضي؟ والاتحاد الجزائري هناك اتفاق مسبق، اتفاق بشكل ودي مسبق بأن جمال بالماضي سيتم تمديد عقده حتى 2026، وإنما هناك تقارير تشير أن هذا الاتفاق تم التراجع عنه وجمال بالماضي عقده ينتهي ب 31 ديسمبر الجاري. هو لحد الآن حسب معلوماتي لم يجدد بعد، هو عقده ينتهي في 31 ديسمبر ولكنه لم يجدد بعد، ويقولوا بأنه فيه مفاوضات بينه وبين الاتحاد الجزائري من أجل التجديد بشروط مختلفة عن التي كانت سابقا. هذا أمور تتعلق بالاتحاد وبالمدرب الجزائري. أنا لست ضد بقائه ولا ضد رحيله، لأن هذا الأمر ليس بيدي ولا يخصني بشكل. أنا قلت وجهة نظري، لو كنت في مكانه لرحلت بعد الإخفاق، فهذا أمر آخر يعني.
أما أنه يكمل أم لا، إذا كمل فأنا وراه، وإذا رحل فيجب أن يشكر ويجب أن يقدر، لأنه الذي حققه مع المنتخب أيضا يبقى استثنائي. فاز بكأس أفريقيا مع الجزائر بعد 8 أشهر من توليه المنتخب. صحيح. في ظرف كان فيه المنتخب الجزائري مهدما. أرفع عنك الحرج يا سلطان. لا بدون أي حرج. ولا نريد أن نتحدث بشكل فيه دبلوماسية أبدا في كرة القدم. أريد منك الوضوح كما اعتدنا من حضرتك. المنتخب المصري منذ اعتزال الجيل الذهبي ونحن نفتش ما بين الصفوف وعلى مر السنوات عن جيلا يشبه هذا الجيل، جيل تريكا وهؤلاء النجوم. فما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ هناك آراء تقول أن تأثر الأهلي أثر بشكل مباشر على مستوى منتخب مصر. هذا الجيل الذهبي الذي تتحدث عنه لم يتأهل إلى نهائية كأس العالم، ولكنه صنع شيئا لم يصنع. أوكي، ولكن الجيل اللي بعده تأهل إلى كأس العالم. شئنا أم أبينا. مصر كانت موجودة في 2018 في روسيا، والجيل الذهبي لم يتأهل إلى نهائية كأس العالم، رغم أنه كان جيل ذهبي على مدى 10 سنوات. يعني كان بإمكانه يشارك في نهائية كأس العالم في 2006، في 2002، في 2006، في 2010، حتى في 2014، ولكنه لم يفعل. أنا لا أريد ولا أحبذ المقارنة بين الأجيال المختلفة. يعني تقول لي اليوم رونالدو ميسي نقول لك أوكي، تقول لي رونالدو بولي نقول لك لا. أنا لا أحبذ مقارنات مثل هذه. فأيضا لا أحبذ مقارنات ولا مقاربات بين جيلين مختلفين، كل واحد عنده إيجابياته وكل واحد عنده سلبياته. فأرجو أن نتجاوز مثل هكذا مقاربات، حتى مش حتى لا نحرج الناس، لا، لأنها غير مفيدة. هذه قد تكون جماهيرية، ولكن إعلاميا وفنيا صعب أنك تقارن بين جيلين لفترتين مختلفة.